كابيتال أو رأس المال البشري هو ببساطة مجموعة المهارات والمعرفة وقدرة المؤسسة على إنها تعمل أرباح. مع تطور التكنولوجي اللي بيحصل اليومين دول بقى في أصوات بتقول يا ترى العنصر البشري هيفضل هو أساس في أي مؤسسة؟ والحقيقة الإجابة دائما وأبدا نعم، لأن حتى التطور الرهيب في التكنولوجي ده حاصل بسبب بني آدمين. كل ما هنركز في البني آدمين كل ما نجاح المؤسسة هيبقى مؤكد. مراحل تطور المؤسسة بتبتدي من مرحلة الإنشاء أو الستارت اب، يليها مرحلة الجروث أو النمو، وبعدين مرحلة الماتيوريتي أو النضج. والحقيقة العنصر البشري رئيسي وأساسي في كل مرحلة. إزاي هتختارهم؟ إزاي هيكونوا مختلفين عنك ومع ذلك هيكملوا لأنه هيبقى فريق عمل متكامل مختلف؟ إزاي هتقود فريق العمل ده وتحقق نجاحات منه؟ فالعنصر البشري في هذه المرحلة والتطور ده محتاجينه أساسي في أي مؤسسة هنشتغل عليه. الحقيقة المهارات اللي احنا بنحتاجها في أي شركة، سواء حضرتك قائمة على الشركة أو حياتك قائمة على الشركة، هي ببساطة مجموعة من المهارات اليومية الحياتية، ولكن طبعاً بيجد علينا بعض المهارات في المؤسسات اللي لسه بتبتدي. فمثلاً هل بقدر يبقى عندي تصور للبروجكت مانجمنت أو إدارة المشاريع؟ هل بنقدر نحل مشاكل؟ لأن الحقيقة هيواجهنا بعض التحديات في الأول. هل هنقدر كفريق عمل نتغلب عليها؟ أخبار التواصل بيننا وبين بعض إيه؟ بنعرف نتواصل بشكل جيد وإيجابي؟ طيب هل بنقدم او فاهمين في الفاينانس بشكل كبير؟ طب لو مش فاهمين هل بنحضر حاجات في الفاينانشال ليترسي وان احنا نمحي الاميه الماليه؟ لان ده شيء رئيسي واساسي عشان تنجح اي شركه صغيره. طبعا كل المهارات دي مهارات تانية هتحتاجها خصوصا في المرحله الاولى لانشاء الشركه. عشان اقدر احمس او احفز فريق العمل لازم يبقى عندي مجموعه من المقومات لده. اولا لازم اشتغل على بيئه العمل اللي أنا هكونها، وتاني حاجة لازم أسمع كل الأصوات في الفريق، وتالت حاجة لازم دايما التواصل بتاعي يكون إيجابي، وأخلق بيئة أخلي الناس فيها تبقى عندها استعداد للجدال والاختلاف، لأنه هيحصل جدال وهيحصل اختلاف، ولكن إزاي نتعامل معاه. وآخر حاجة هتأكد إن كل واحد فيهم فاهم هو رايح فين، جاي ليه، إيه الهدف من وجوده، وهنوصل لإيه في كل مرحلة من مراحل المشروع.